حياكم الله. سنتكلم أيها الأكارم عن مرحلة ما قبل السفر، يعني قبل ما يسافر الحاج إلى هذه الفريضة العظيمة. أخي الحاج، بما أننا كما تعلم نتابع جزءا من أعمالنا عبر وسائل التواصل، فإنه وفي بداية هذا اللقاء أحب أني أذكرك بضرورة متابعتك للمجموعات الخاصة والجروبات الخاصة بالحج عبر الواتساب والتليجرام، حتى تحصل أعظم فائدة وأعلى فائدة بالأمر المتعلق بالأشياء الإدارية والتوجيهات الشرعية، حتى ما يفوتك أي شيء مهم على حساب ما هو أقل أهمية. وإليك بعض النصائح التي يجب عليك الانتباه إليها قبل السفر. يجب عليك أن تعرف بدقة موعد السفر، وفي أغلب الأحيان طبعا يتم تغيير موعد السفر لمرتين إلى 3 مرات، لأنه هذا مرتبط بشركات الطيران، وعليه فإنه ليس على المجموعة أي لائمة فيما إذا أخبرتك بموعد للسفر ثم اضطرت أنها تغير موعد السفر، لأن هذا أمر خارج عن طاقة وقدرة المجموعة. أيضا لازم نعرف أنه دخول الحجاج من سوريا إلى تركيا راح يكون قبل يوم أو يومين من موعد السفر، وهذا تجنبا لأي طارئ ربما يحصل مع الحاج، إشكالية في الجواز، في المعبر، تأخر في الانطلاق، حتى ما يكون هناك أي إشكالية. لذلك فإنه سيكون هناك دخول من سوريا إلى تركيا عبر معبر باب الهوى للحجاج اللي هم في سوريا قبل يوم أو يومين، وراح نخبركم بالموعد بشكل دقيق إن شاء الله. لذلك اجتهد قبل موعد الرحلة بأسبوع بأن تقلل من الجهد العالي وكثرة مخالطة الناس، حتى تأخذ نصيبك من الراحة وتوفرها للحج، وتجنب نفسك أي احتمالية مرض نتيجة العدوى. وإن كان ولا بد فإنني لك ناصح أن تأخذ الحيطة والحذر العاليان في هذا الأمر، حتى لا يعيقك شيء عن الحج. كل بشكل جيد، يعني تأكل أكل متوازن، وتجنب الإكثار من الأكل اللي ربما يسبب لك بعض الأمراض، إذا طبعا ربما يسبب لك هذا. والأمر بالتوازن، يعني ما يشدد الإنسان على نفسه كثيرا. إذا كنت تقيم بمكان بعيد عن مكان السفر، حاول تجي على هذا المكان اللي هو قريب من المعبر أو من المطار قبل عدة أيام، حتى تتجنب المشقة والمصاعب والإرهاق التي ستنالك نتيجة السفر. وهذا من أهم المهمات حتى لا تفقد تركيزك وتستنفذ الجهد في أشياء خارج المطلوب. تفقد جواز السفر، تفقد المبالغ المالية، تفقد الأشياء اللي لازم تكون معك اللي سنذكرها إن شاء الله تعالى، حتى لا تنسى شيئا من هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للجوازات، بمجرد رجوعها من التفييز سيتم تسليمها للحجاج، وعليها لصاقة التفويج ولصاقة المجموعة ورقم إذن الخارجية، وسيكون عليها عدد من اللصاقات. لذلك نحذر الحجاج من أنك تزيل أخي الحاج أي لصاقة ستجدها على الجواز. كل وحدة من اللصاقات إلها ضرورة، حتى ترجع إن شاء الله من الحج تصرف باللي بدك إياه. من الوصايا الشرعية التي يجب العناية بها هي أنك تكتب الوصية، وهذا شامل الأمر بالتقوى وبيان الحقوق الواجبات المتعلقات المالية العامة بين العبد وبين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه اتباع لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تفوت هذه الفرصة أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تأكد من وجود جواز السفر في حقيبتك الصغيرة، معه كرت اللقاح الخاص بك، أوراقك الضرورية. وبهذا المقام أنصحك ألا تأخذ معك سوى جواز السفر اللي استخرجت عليه الفيزا وهويتك الشخصية. طبعا اللي كان مقدم جواز سفر غير الجواز اللي طلعت عليه الفيزا يصطحب معه الجوازين الاثنين، واللي جاي من برات تركيا أو موجود في تركيا جيد أن يأخذ معه الكملك، يعني تجنبا للحواجز أو المطارات. ستصلك من المجموعة مجموعة من الهدايا والمستلزمات اللي تقدمها المجموعة، وذكرناها على الجروب الواتساب بشيء من التفصيل، منها حقيبة كبيرة، حقيبة وسط، وحقيبة صغيرة. كذلك المجموعة راح تقدم هناك في مكة وجبة طعام، وهي وجبة الإفطار، وهي ملتزمة بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. غيرها من الوجبات ستكون حسب المتيسر إن شاء الله. لذلك يحسن بالحاج إن كان متاحا له أن يأخذ ما يتناسب له من الطعام، من الأشياء اللي ما تفسد ما تتلف وما تؤذي حاجياته الشخصية اللي تكون معاه داخل يعني ما يروح يأخذ معاه والله مثلا سطل لبن حتى يقيته في مكة، يتفاجأ أنه إيش انتثر ويعني آذى أغراضه الشخصية. لهذا من الأشياء اللي يعني ننتبه لها. ربما يأخذ معه بعض المعلبات، بعض الأشياء اللي تقيته وتعين على هذه الرحلة اليسيرة. فلذلك أخي الحاج يجب عليك أن تنتبه. والآن سنتكلم عن مرحلة
السفر. تابع المقطع الذي بعد هذا.